بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا واعتمدنا على الله، كل اعتمادي عليك يا رب. صلى على الرسول، صلى على رسول الله ذو الدين. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحياك يوم برحمتك أستغيث، اشرح لي شأن كله ولا تكلني إلا نفسي. يا حيك يوم برحمتك أستغيث، اشرح لي شأن كله ولا تكلني إلا نفسي. إن شاء الله هنعمل مع بعض. معايا هنا سمنة بلدي على روابي، يعني كان عندي حتة سمنة بلدي وخلطتها على السمنة دي كده بلدي على روابي. هنصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. بشكركم جميعا وربنا يخليكم ليا وجزاكم خير الجزاء. شكر وتقديري للأستاذة بسمة وأم عبد الرحمن. ربنا يجازيكي خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتك، وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، اللهم امين. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا، اهل التانيين واخواتي التانيين واولادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. هنا معايا طبعا مدحنا السمنه هنا، ومعايا كيس من الشعريه، كيس من الشعريه. صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. سمنه وادي الشعريه. هنعمل شعريه باللبن، شعريه باللبن، ودي اول مره اعملها معاكم. شعريه باللبن واول مره اعملها معاكم، او ثاني مره بالكتير، يا اول مره يا تاني مره، انا مش فاكره بصراحه. هنصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. صلاه وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة عن النبي عليه افضل الصلاه والسلام، لما نيجي نعمل اي حاجه حلوه نحط شعريه من الملح كده. نسيبها طبعا تتحمر مع بعضها. ازازه ميه تبقى جنبي. نقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأن كله ولا تكلني الا نفسي. استغفر الله العظيم رب العرش العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا فكك الكرب فك كربي وكرب كل مكروب يا رب. يا رب فك كربنا وكرب كل مكروب. اللهم طلعنا من الضيق الى اوسع الطريق. اللهم طلعنا من الضيق الى اوسع الطريق يا رب، اللهم امين. يا رب فك كرب كل مكروب يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنا عشان تبقى كل حاجتي جنب مني هنا. حبايب قلبي بتاع اللمبه برضو وريني كده. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا رب، لا اله الا الله. شيف هند الاسكندرانيه. ست محمد الحديدي، ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك ابدا يا ست الكل. روتين على قد الايد، حبيبه قلبي، اسم الله على حسك. ربنا يما يخليك ويبارك فيك ويبارك لك في اولادك ويعينك عليهم ويعين كل حي على حاله. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. مرحبا بكم والناس القدام والناس الجداد اللي عندي، وربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا، وربنا يا رب كده هو ان يجعله في ميزان حسنات. ربنا يجعله في ميزان حسنات، اللهم امين يا رب. دي بقى الشعريه ديت، طبعا احنا كنا زمان بنعملها، يعني لما كان الواحد عايز ياكل اي حاجه مسكره كانوا اهالينا بقى زمان بقى مش لبن بقى ولا اي حاجه، كانت الشعريه دي بنحمرها كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين، وميه كده وعلى حبه السكر، وكانت اكله جميله ما شاء الله بقى. انتوا عارفين بقى الناس بتوع زمان كانوا خير وبركه،
اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يعني كانوا ناس خير وبركه يعني والدنيا كان كلها خير بصراحه. اهو طبعا معلش عشان انا اسفه اللمبه معلقه زي ما قلت لحضراتكم، وكل ما نجيب لمبه نلاقيها معلقه كده، مش عارفه بقى من الدوايه ولا من ايه بالظبط، انا مش فاهمه. اهو نفضل بقى طول ما احنا واقفين كده نقلب في الشعريه، ومش هصب اللبن على طول، لا احنا الاول هنطفي الشعريه بالميه وبعد كده هنقوم مفلفلينها بايه باللبن. الاول هنشربها بالميه، ولما تتشرب من الميه خالص هنعمل ايه؟ هنقوم صبين عليها اللبن. طبعا معايا هنا اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. هنشوف معلقه تانية عشان المعلقه دي ايه وقعت. اللهم اخرجنا من الضيق الى اوسع الطريق يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معلش بقى لو المعلقه بقى يعني ايه. حبايب قلبي كده زي ما حضراتكم شايفين كده هنطفيها بالميه. اوعى وشك، ابعد وشك. اهو طفيناها كده بالميه، نطفيها بالميه الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد. شايفين لازم تبقى متحمره كده عشان يبقى شكلها باين كده ما شاء الله تبارك الله. اسيبها تستوى وارجع لكم تاني ونقول احنا هنعمل ايه هنا. معايا هنا الاول اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد. معانا هنا جوزة الهند اهي، اوريها لكم لسه محمد الصغير جايبها. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. الاول بنطفيها بالميه، في ناس بتعملها باللبن، لا هو احنا الاول نحط شويه ميه نفلفلها الاول كده وبعد كده نحط ايه اللبن. اهي دي جوزة الهند يا حبايب قلبي ماشي، وادي الزبيب، ادي الزبيب وادي الفانيليا. طبعا واحنا ايه هخلط حبه زبيب على حبه ايه من جوزة الهند عشان نبقى ايه نحطهم فوق ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد. صلى على الحبيب المصطفى قلبكم يطيب. هنعمل ايه تاني؟ هنقول لكم برده هنحط ايه معيار السكر برده معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. جيب بس كوبايه كده صوت والنبي شويه يا عم. فين اهو سبتها كده لما اتشربت. معايا هنا طبعا كوبايه كده من السكر. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد. صلى على الحبيب المصطفى قلبكم يطيب. كوبايه ونص كده من السكر حبايب قلبي. يا رب تعجبكم، يا رب اي محتوى بعمله يعجبكم وينال اعجابكم، ونعمل اشتراك عشان يوصلنا كل جديد احنا بنعمله. اهو شايفين كده. انا لو كنت نزلت اللبن على طول، لو كنت نزلت اللبن على طول هتبقى ايه معجنه وايه مش هيبان كده. اهو دي بقى ايه احلى معلومه بقى احنا بنعملها بقى، دي من عند ربنا بقى. اهو شايفين كده. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. فين الفانيليا يا ماما؟ هنا. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا هنا كيلو من اللبن اهو زي ما حضراتكم كده شايفين كده ماشي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله.
اللهم انت ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم انت ربي سبحانك اني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا رب. اكتر من كلمة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، فهي كنز من كنوز الجنة. ونستغفر ربنا كتير ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونقول اللهم اخرجنا من الضيق الى اوسع الطريق. اللهم اخرجنا من الضيق الى اوسع الطريق. لما يكون الواحد متضايق او مخنوق او اي حاجه يستغفر ربنا ويكتر من كلمه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ونقول يا رب خرجنا من الضيق الى اوسع الطريق. اهو شايفين كده؟ انا اللي حابه احمرها قوي كده عشان ما بحبهاش. لو كنت عاملاها بقى من اللي هي الشعريه اللي بتبقى عاملاها مصفره كده ذهبي ما بتبقاش حلوه. انما هنا فانيليا يعني ايه، بقلل تكاليف. عندي شعريه في البيت وجبنا كيلو لبن من بره وكيس فانيليا، ومثلا عندي سكر في قلب البيت وبقلل التكاليف. وعندي السمنه زي ما قلت لكم، كان عندي حته سمنه بلدي هنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد. وايه خلطتها على السمنه التانية. ماشي، هتاخد غلوه واقوم صبها مع حضراتكم. وهنعمل ايه بالمره كده، نعملها مع بعض دقيقه واحده. هاجي مره برضو ان شاء الله عشنا وكان لنا عمر في اي وقت تاني كده هعمل لكم بليله. بس البليله دي هتبقى بقى بالفول السوداني. البليله هعملها بالفول السوداني ان شاء الله. يعني شفتها كانت بنت جايباها مره بس كانت جايباها من بلد مشهوره بقى اسمها اجا. البليله الاجاوي دي يعني ايه ما شاء الله تبارك الله، جميله جميله وروعه الروعه. ماشي ان شاء الله هنعملها معاكم ويا رب تعجبكم الطريقه. طبعا انتوا طلعتوا معاكم ببليله كتير، انا طلعت مع حضراتكم ببليله كده. بصوا حبايب قلبي، انا ما لقيتها ايه فارت عشان كانت هتبادل البوتاجاز. كنا عاملين ايه صبينها كده زي ما حضراتكم شايفين اهي. دي شعريه باللبن. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. دقيقه واحده كده يابا. اهو دي الزبيب على المكسرات اللي هي جوز الهند. ايه رايكم بقى؟ وتقولوا لي رايكم. قلت لحضراتكم رايكم يهمني، وتعملوها وتجربوها. ما شاء الله تحفه التحفه. اهو شايفين؟ ربنا يرحمك يا حاجه ام منى. واحده كانت جنبنا هنا جارتي، ربنا يرحمها يا رب، طلبت الرحمه لنفسها ويرحم امواتنا المسلمين يا رب. كانت على طول واحنا قاعدين كده بالليل تقول لي قومي يا ام احمد اعملي لنا. ما كنتش بقى بطلع بقى ولا الحاجات دي. تقول لي قومي يا ام احمد اعملي لنا ايه حبه شعريه كده بالسمنه البلدي واللبن. ربنا يرحمها يا رب وتجاوز عن سيئاتها ووسع مدخلها وارحمنا من اللي احنا فيه يا رب. شايفين كده؟ وايه بقى عايزين تاكلوها سخنه، عايزين تاكلوها ايه تسيبوها تبرد وتحطوها في التلاجة شويه، يعني زي ما حضراتكم عايزين. ماشي اهو يا حبايب قلبي كده. معلش لو الصينيه بقى الصينيه صغيره اهو. بصوا حبايب قلبي، ايه رايكم بقى؟ شايفين؟ ادي الشعريه باللبن اهي ما شاء الله تبارك الله. شايفين؟ بس كده يا محمد. ايه رايكم؟ عايزين ناكلها بقى ايه؟ نحطها في التلاجة شويه ماشي، ايه تاكلوها سخنه ماشي. ايه رايكم حبايب قلبي؟ احلى شعريه باللبن. اعملوها وجربوها مش هتندموا. وزي ما بقول لحضراتكم تقولوا يا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. هوريكم بقى هي مستويه ازاي.
كده. دي الطبق اللي انا هاكل منه. شايفين مستويه ازاي اهي، شايفين مستويه خالص اهي. يا رب اي حاجه بعملها تعجبكم وتنال اعجابكم. عجبكم بقى نعمل اشتراك عشان يوصلكم كل جديد، ونفعل زر الجرس. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم. جزاكم الله خير الجزاء. نستودعكم الله الذي لم يضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.